ازاي تعمل حساب بنكي اونلاين بحيث بدل ما الفلوس تبقى موجوده على النت عند الناس في المواقع او الشركات تبقى في جيبك، وازاي تربطه بحسابك البنكي المحلي او الفيزا بس من غير حساب بنكي. نستخدم انهي فيزا علشان نفعل باي بال ونسجل بيه على ريد بابل. خليك معايا. السلام عليكم. دلوقتي واحنا بنسجل على ريد بابل كان لازم من الخطوات ان انت تضيف وسيله السحب اللي هتسحب بيها الارباح بتاعتك من الموقع. كده كده اصلا انت المفروض يبقى عندك وسيله سحب معينه او اتنين او ثلاثه، تبقى مأمن نفسك يعني بوسيلتين علشان تسحب فلوسك من او الارباح بتاعتك او الشغل بتاعك او تاخد الراتب بتاعك من مواقع العمل الحر او مواقع البرنت اون ديماند او ايا كان انت شغال عليه اونلاين. وعشان الموضوع مهم انا عملته في فيديو لوحده هنتكلم فيه ان شاء الله عن اهم بنكين موجودين اونلاين تقدر تستخدمهم او يبقوا وسطاء بينك وبين الشركه او الموقع اللي انت شغال فيه علشان يحولوا لك الفلوس بتاعتك. هم بنك باي بال وبايونير. الاثنين هتكلم عنهم ازاي تسجل عنهم اصلا في مصر وايه، او تسجل فيهم ازاي في مصر، وايه الفرق بينهم، وايه الفيزا المتاحه عشان تربطها مثلا مع واحد فيهم، وكذلك تجربتي الشخصيه مع الاثنين، وفي الاخر هنقول ازاي تربطهم على ريد بابل. خلي بالك يا باشا هتلاقي الفيديو متقسم تحت علشان ما نضيعش وقت كالعاده. اول حاجه يعني ايه بنك الكتروني موجود على النت زي باي بال وبايونير؟ بص يا سيدي، الاثنين بنوك موجوده اونلاين، مش لازم تروح تنزل الفرع بتاعها عشان تسجل، لا انت بتسجل من البيت عندك. والمميز ان هو سهل شويه عن انك تنزل تخبط المشوار وكده ويطلب منك بقى روح صور لي كذا وروح اعمل لي كذا. انت بمجرد ما انت قاعد في البيت بتسجل في 3 دقائق. شرطهم الوحيد ان انت تكون معدي 18 سنه، ما بيطلبش منك اثبات دخل زي مثلا البنوك عندنا في مصر، ولا بيخصم منك مصاريف شهريه او سنويه زي البنوك عندنا. وكمان خدمه العملاء بتاعتهم ممكن اونلاين، ممكن تتشات معاهم، ممكن تبعت لهم ايميل، بيبقى اسهل كتير من ان انت تروح الفرع وتحجز وتقعد وتضيع اليوم. بس طبعا اعظم فايده والميزه الوحيده ان انت بتستخدمهم علشان تسحب الفلوس بتاعتك من شركات او مواقع مش موجوده عندك في مصر، مواقع بقى شغاله في اي دوله، فبتحولك على باي بال وبايونير كحاجه كده موثوقه بين الاطراف كلها وانت تاخد فلوسك منها. طب ايه الفرق بين باي بال وبايونير؟ هتلاقي باي بال منتشر اكتر من بايونير، يعني كل المواقع تقريبا المحترمه فيها باي بال ده اساسي، وممكن موقع يبقى فيه الاثنين مع بعض. الفرق بين باي بال وبايونير ان باي بال بتربطه بفيزا، لازم تكون فيزا مقبوله مع باي بال زي ما هنتكلم قدام، وبعدين الفلوس بتنزل لك من باي بال للفيزا بتاعتك بتروح تسحبها من اي مكان عادي. انما بايونير لازم تربطه بحساب بنكي محلي، والفلوس بتنزل لك من حسابك في بايونير لحسابك البنكي المحلي، تسحبها بقى من الفرع نفسه او بفيزا عادي. حاجه زي ده بس في باي بال ان انت ممكن تربطه بحساب بنكي زي بايونير، بس الموضوع فيه لفه شويه ورخم وهتضطر تحتاج بايونير في الموضوع دوت، فسيبك منها مش هنتكلم عنها. الحاجه الثانيه ان بايونير في فيزا ممكن تستخدمها على طول، مش لازم تسحب من حسابك البنكي، لا تسحب من الفيزا بتاعت بايونير، بس الخصومات او العمولات بتاعتهم كبيره ورخمه، فبرضه مش هنتكلم عن النقطه دي. بقى خلاص قبل ما نروح بقى لموضوع التسجيل، باي بال تربطه بفيزا، انما بايونير تربطه بحساب بنكي محلي. ازاي تسجل على باي بال؟ بص يا سيدي، التسجيل على باي بال سهل جدا، بتكتب الاسم والباسورد والحاجات دي كلها عادي، بيانات تقدر تدخلها مش هتضيع وقتك فيها، بس خلي بالك تدخل تاريخ ميلادك مظبوط زي الموجود في البطاقه، لان قدام ممكن يطلب منك صوره البطاقه، يعني تصور بطاقه يعني تبعتها له اونلاين علشان يتاكد من تاريخ ميلادك، فبلاش تكتب في اي معلومه بتقدمها. الاكونت على باي بال مجاني وسهل تعمله. المطلوب منك بعد كده ان انت تربط فيزا محليه تقدر تسحب بيها الفلوس من بلدك على باي بال. وعندنا في مصر في فيز معينه هي المقبوله بس مش كل الفيز. عندك فيزا بنك اسكندريه بتاعت الشباب، فيزا البريد المصري ايزي باي، بس في بعض النسخ منها ونسخ لا، لازم تتكلم الاول مع خدمه العملاء وتعرف انهي واحده مقبوله وانهي لا. فيزا بنك الشباب برضه او حساب توفير الشباب بتاع بنك مصر، دي انا شغال بيها وشغال بايزي باي. والرابعه فيزا يلا، دي فيزا جديده من بنك مصر بقالها شويه يعني موجوده ومقبوله باي بال والدنيا تمام. اخر واحده فيزا تلدا، هي جديده فتقريبا مفيش رسوم تحويل ولا استقبال ولا اصدار فيزا ولا اي حاجه، ودي بتجيبها من بنك القاهره. بالنسبه للبنك الاهلي هو تقريبا موقف كل الفيز، مفيش حاجه منهم بتشتغل مع باي بال، فبلاش تروح له. بس قبل ما تروح تطلع الفيزا لازم تتاكد الاول ان الفيزا ديت متاحه على باي بال او مقبوله على باي بال. ممكن مثلا حصل تعديل معين او حاجه والبنك رفض يتعامل مع باي بال بعد كده. النقطه الثانيه، مش لازم الفيزا تعمل اكونت او حساب يعني في البنك علشان تطلعها. عندك فيزا يلا مش محتاجه حساب في البنك، وفيزا تلدا مش محتاجه حساب في البنك، وفيزا ايزي باي برضه البريد المصري مش محتاجه حساب. انما لو فتحت حساب توفير في بنك مصر هيطلب منك تقريبا 1500 وممكن تسحبهم بعدين عادي يعني. بعد ما تسجل اكونت مجاني على باي بال بتروح تعمل الفيزا ديت وبعدين بتربطها على باي بال. ازاي بقى تربط الفيزا اللي انت عملتها ديت مع اكونت باي بال بتاعك؟ تفتح الاكونت بتاعك عادي، بعدين بتجيب جيت باي، بعدين بتجيب البطاقات والحسابات، بعدين بتنزل تحت. قلنا هنسيبنا من موضوع البنك دوت، هنربط فيزا على طول، بتدوس لينك نيو كارد. موضوع بسيط، بتدخل هنا رقم الفيزا بتاعتك، بعدين بتختار نوعها. هو بمجرد ما تدخل الرقم اصلا بيحدد النوع لوحده. الاكسبيريشن ديت ده بتلاقيه تحت الرقم الكبير اللي موجود على الفيزا، تكتب الاول الشهر وليكن 5 مثلا، وبعدين السنه 2026 من غير 2000 طبعا. سكيورتي كود، لو الفيزا بتاعتك في ظهرها كود كده من 3 ارقام تكتبه هنا، وهنا العنوان بتاعك بتضيفه الاول في الحساب بتاع باي بال، بعدين بترجع تختاره من هنا، بتدوس لينك كارد. واللي بيحصل بعد كده ان باي بال بيخصم منها يورو ونص تقريبا او يورو او 2، المهم حط فيها 100 جنيه مينيمم عشان هو يسحبها، يتاكد ان الفيزا بتاعتك قابله للسحب وان هي تنزل
نازل عليها فلوس يعني، وبيرجع يردهم لك تاني مش هياخدهم. بعدين بيبعت لك كده كود على الفيزا بتاعتك، انت بتكلم خدمه العملاء وتجيب الكود وترجع تدخله في حسابك هنا على باي بال، ويبقى انت كده اكدت البطاقه بتاعتك او الفيزا بتاعتك في حساب الباي بال، وكده حساب الباي بال بتاعك بقى مفعل مربوط بالفيزا بتاعتك، تسحب فلوسك في اي وقت عادي. خلي بالك بس ان قدام ممكن لما الاكونت بتاعك يعدي مبلغ معين يطلب منك بعض الاسئله اللي تجاوب عليها. الموضوع بسيط، هتلاقيه موجود على النت لما تعمل بحث، ومش محتاج منك اي وثائق بقى تقيله او كده يعني. اخرك مثلا ممكن تبعت لهم صوره البطاقه وش وصوره البطاقه ظهر برده، وخلاص الموضوع بيعدي. كده كده الدعم بتاعهم لما حصل كنت بكلمه شات، وفي حد مصري او ناس مصريين شغالين معاهم بيتكلموا معاك عادي. تيجي بقى الموضوع بايونير وازاي تسجل عليه وتربطه بالحساب المحلي بتاعك. التسجيل على بايونير برده سهل، بيتم على 4-5 خطوات. بتدخل مثلا اول حاجه المعلومات الشخصيه عنك، اسمك سنك الجو دوت، وبعدين البيزنس بتاعك انت عايز الاكونت ليه، برده موضوع سهل. اي فيديو هتلاقيه على النت امشي معاه وهتعمل الاكونت عادي. وانت بتسجل على بايونير خلي بالك من حاجتين. اول حاجه تدخل بياناتك كلها صح، يعني مثلا تاريخ الميلاد والاسم وكل حاجه، لان وانا بسجل دخلت تاريخ ميلادي غلط وقدام محتاج مني البطاقه، لا الموضوع مختلف، فاضطريت ابعت له وصل ميه باين او وصل نور، كان عندهم حد في خدمه العملاء مصري، فالموضوع عدى الحمد لله، بس كان في شويه وجع دماغ يعني. فانت من الاول ظبط نفسك ودخل كل معلوماتك صح. وخلي بالك في الخطوه الاخيره هيطلب منك حساب بنكي محلي زي بنك مصر او غيره، كلهم هتلاقيهم موجودين هناك يعني. فالمفروض تروح تسجل حساب بنكي محلي الاول وبعدين تسجل على البايونير. نيجي بقى لنسب السحب او رسوم السحب من البنكين. باي بال انا شايفه حرام شويه، لانه هو بيقص مبالغ رهيبه بصراحه من الفلوس اللي جايه لك، بس انت محتاج له هتعمل ايه. انما بايونير يعني احسن بكتير. لما مثلا بستقبل وليكن $100 بياخد منهم 3 وبينزل لي $97، ولما بيحولهم على حساب البنكي المحلي ما بياخدش ولا جنيه. يعني كل اللي انا بخسره في كل تحويله هم $3 بس، ايا كان الرقم ايه. لو بتسحب بالفيزا بتاعت بايونير اعتقد الموضوع هيختلف وياخدوا منك رسوم كويسه غير رسوم اصلا الفيزا السنويه، فانا ما طلعتهاش ومش عارف الموضوع بصراحه. كده كده احنا محتاجين الموضوع، لو في رسوم كتير او ما فيش اصلا هتستخدم باي بال او بايونير. نيجي بقى لموضوع ربط الحساب البنكي مع ريد بابل. الخطوه دي بس ما عملناش المره اللي فاتت بتاعه تاكيد الايميل. لما بتدوس عليها بيفتح لك الصفحه ديت، المفروض هنا اسمك الاول اسمك الثاني وبعدين ريسند كونفirmation علشان يبعت لك ايميل التاكيد تاني. بيقول لك بعت لك ايميل التاكيد تاني، تضغط على اللينك اللي بعته لك، ومجرد ما بتضغط على اللينك يقول لك خلاص انت كده اكدت الايميل يعني. باقي لنا خطوه واحده، هندوس هنا على اد بيمنت ديتيلز. قبل ما تبدا بيقول لك خلي بالك ده ما تقدرش تغيره قدام، تختار من هنا $1 عشان تسحب بالدولار يعني. وبعدين بيقول لك يا اما تسحب في الفيريفايد باي بال اكونت، يعني حساب الباي بال بتاعك المفعل بعد ما ربطته بالفيزا زي ما اتكلمنا، او تحط حساب بنكي. لو جيت تختار الاوبشن بتاع الحساب البنكي هيطلب منك 4 حاجات كده هتلاقيهم في حسابك في بايونير. تيجي على حساب بايونير وبعدين بتدوس جيت بيد من على الشمال، وبعدين ريسيفنج اكونتس، تختار الحساب الدولاري وبعدين اظهار التفاصيل. هتلاقي الحاجات اللي مكتوبه هنا هي اللي المطلوبه منك هناك في ريد بابل. الراوتنج اهو، اكونت نمبر اهو، تلاقي تحت هنا بتاخده كوبي، وبعدين الاسم وبعدين الاكونت تايب. ادي الراوتنج، ادي الاكونت نمبر، ادي النيم، التايب تشيكينج. لما بتخلص بتدوس سيف من تحت. طب لو عايز الباي بال بتاعك بتختار الاوبشن الاولاني، بعدين لما بتدوس هنا بيحولك على صفحه الباي بال بتاعك وبتعمل تسجيل دخول وخلاص، بيربطهم الاثنين ببعض. بعد ما تضيف البايونير او باي بال هتلاقي الخطوه ديت خلاص تمت، وباقي لنا موضوع ان انت تضيف التصميم بتاعك وتبتدي تقفش فلوس من ريد بابل. بس خلي بالك قبل ما نقفل بس الصفحه ديت هتلاقي في تحذير، اول مره اخد بالي ان هو بقى كبير قوي كده في ريد بابل. بيقول لك كمل الخطوات ديت وبعدين احنا هنعمل تحقيقات او تشيكس من عندنا احنا من ريد بابل علشان السبام وعلشان الفراد او الغش يعني. فهو هنا كاتبها لك كبير قوي علشان لما تغلط ويديك البلوك يبقى مالكش حاجه. بمناسبه بقى البلوك يا باشا، ما ينفعش تروح تضيف التصميم بتاعك اللي هي الخطوه الاخيره يعني علشان تفتح المتجر على طول. لازم تستنى مثلا يوم او يعني تنام النهارده وتبدا بكره كده، خده على الهادي. قبل ما نعرف ازاي نصمم لازم تعرف هنصمم عن ايه. ده ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن النيتش، عن ريد بابل، يعني ايه نيتش وليه هو مهم جدا جدا، وايه الفرق بين الترندي او ان انت تشتغل على حاجه ترندات موجوده اليومين دول بس، او حاجه موجوده على طول، والادوات اللي تستخدمها علشان تقفش ترند او تجيب نيتشات حلوه. بص الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.